السلام عليكم، ازيكم حلويات قلبي وفراولات قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. يا مساء المربى على عيونكم. تعالوا نغسل مع بعض السجادة بتاعتنا. هي مش سجادة اوي، هي نص سجادة، بس هنغسلها بحاجة موجودة عندنا في كل بيت وبنستخدمها في البيت عندنا، يعني حاجة موجودة ومتوفرة وبنضف السجادة جدا. جربي ومش هتخسري. هنغسل سجادتنا بايه؟ او النص سجادة بتاعتنا اللي احنا قاطعينها قبل كده، كنت قاطعها معاكم في فيديو قبل كده. بصوا انا هغسلها بالمشط بتاع التسليك، مش المشط العادي. بصوا المشط العادي اللي هو احنا بنسرح بيه هو ده الازرق، ده اللي احنا بنسرح بيه العادي. المشط التاني بقى بيبقى السنون بتاعته سنون يعني عريضة كده، وسنونه كبيرة زي ما انتم شايفين. ده اسمه مشط تسليك، ده اللي بيسلك الشعر، غير المشط بتاع التسريح ده بتاع البنات. الشعر اللي هو بتاع البنات اللي بيبقى مكعبل شوية بيحتاج مشط بتاع التسليك ده. تمام. هنبل بقى السجادة بتاعتنا مية، وهبتدي احط لها بقى ايه الصابون بتاعها. انا ما بستخدمش المسحوق اللي هو البودر بتاع الغسيل بتاع الملابس، بستخدم الصابون السائل بتاع غسيل الاطباق. ليه بقى انا بستخدمه؟ انا اولا بحس ان هو بينظف احسن، ثانيا بيبقى سهل الشطف، ثالثا ما بيجيرش معايا في السجادة، يعني ما بتشطف ما بيسيبش اثر تجيير في السجادة. رابعا هو موفر، يعني نقطتين منه هتلاقي غسلتي سجادة كاملة. لو حطيتي بقى المسحوق البودر ده هتلاقي نفسك عمالة ترمي 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 ومش مقصر ومش محوق، وهتلاقي الحمام بتاعك اتملى بالرغاوي ومش عارفة ان انتي تشطفيها من الرغاوي. تمام. فانا بحب السائل بتاع الاطباق عشان كده. برضو انتي وراحتك، بس انا حبيت اديكي نصيحة وممكن تجربي، يعني مش هتخسري حاجة. باخد بقى المشط اللي هو بسنون عريضة ده، وبالطول بقى مرة وبالعرض مرة زي ما انتوا شايفين كده. هتغسلي السجادة وداعا بقى لأي فرش واي حاجة. هو ايه المشط ده هينضف اولا معاكي السجادة وخلاها زي الفل، ثانيا هيشيل معاكي الوبر، ولو فيها اي شعر مثلا هيشيله ويخليها زي الفل. شطفت معاكي برضو السجادة علشان تشوفيها ما شاء الله نتفت وبقت زي الفل. برضو دي حتة تانية لازق فيها تقريبا رز او توفي من الولاد. ساعات الولاد كده بيقعوا منها حاجات على السجادة بتلزق في السجادة، فاحنا هنطلعها بكل سهولة بالمشط ده. بصي الجمال. الحاجات اللي لازقه دي لو حاولتي انك تعمليها بفرشه مش هتطلع معاكي. بصي بسنون المشط كده العريض هتلاقيها السجاده معاكي اتمرشت، والحاجات اللي لازقه دي كانت لازقه طلعت معانا وخلت السجاده زي الفل ما شاء الله. شغلي بقى اولادك، يعني ارميلهم ميه على السجاده واديهم بقى شويه صابون بتاع المواعين ده واديهم مشاط وعيشيهم في السجاده، ده هيفرحوا جدا، هيبلبطوا قبل ما الدنيا تسقع. حرام. لو عايزه تغسلي سجادك الحقي، الشمس حلوه اليومين دول، شمس وهوا، ده هينشف لك السجاد بتاعك بسرعه وبكل سهوله. والله لو اوريكم السجاده دي قبل ما اغسلها كان منظرها ايه، انا كنت مكسوفه منها اساسا. اصلا عبال ما اغسلها قلت اطلعها قدام الباب شويه لحد ما انا اغسلها، فكان منظرها بشع على السلم بس الحمد لله ربنا كرمنا وغسلناها بقت زي الفل. بصوا الله اكبر الله اكبر ما شاء الله، طلعت زي الفل ازاي، ولا كأنها لسه جايه جديده عروسه. هي نص سجاده بس عشان محدش يفهمني غلط. المشط بقى اللي هو العادي بتاع التسريح العادي بتاعنا ده مش هنرميه برضو، لا هنستخدمه. تعالى برضو معانا لو في بقى اي شعر وبر صغير بعد ما تغسليها وتسيبيها تتصفى من ميتها وطلعتيها بقى في البلكونه، ممكن بقى بالمشط كده تعدي عليها، اشيلك اي شعر اي وبر اي حاجه بقى انتي ايه مش حباها في السجاده، خليها لك جديده كانها لسه جايه لنج دلوقتي جديده. بصي لو حسيتي برضو ان في حاجه لازقه بعد ما غسلتي السجاده وهي مبلوله كده منديه، مشي المشط على الحاجه اللازقه دي هتطلع معاكي بكل سهوله. فاحنا ما بنستخدمش المشط اللي هو بتاع التسليك بس اللي هو بسنون عريضة، لا بنستخدم المشط التاني برضو لو احنا حسينا ان السجادة لازق فيها وبر او لازق فيها شعر او لازق فيها اي حاجة. بصوا الحتة دي انا نسيتها وانا بعملها وانا بغسلها، حتة لازقة اهي. بصوا بالمشط كده برضو بالراحة بتطلع معايا بكل سهولة، مفيش اي مشكلة. ولا استخدمنا فرشة ولا خلطات ولا اي حاجة ولا اضافات، ولا تكلفي نفسك بصابون المواعين ويلا اغسلي سجادتك وبالمشاط بتاعتك، والله هتبقى زي الفل وهتدعيلي وهتخشي في الكومنتات تكتبي لي ان انت غسلتيها وطلعت زي الفل.
لو وصلتي لحد هنا من الفيديو اضغطي بقى لايك على الفيديو واعملي شير لاخواتك واصحابك وحبايبك. بعد ما بتنشف سجادتك تماما بترشيها بقى المعطر بتاعك لو انت عايزه تعطريها، وبتبرميها وبتشيليها او بتفرشيها زي ما انت حابه. يا رب يكون الفيديو عجبك وفادك ولو بحاجه بسيطه. متنسينيش بقى في اللايك والشير. بحبك كتير كتير يا مربايه. اشوفكم على خير في حلقات جايه كتير، والسلام عليكم. سلام.